تخيل معايا يا صديقي انك تكون فاكر اللي شفته لحد دلوقتي هو أسوأ حاجة، وفجأة تكتشف ان اللي جاي اخطر بكتير. بعد ظهور تايتن اكس في الحلقة اللي فاتت واضح ان الكارثة لسه في بدايتها، وبنبتدي الحلقة الثالثة من نهاية الحلقة الثانية، وبنشوف ليه وكيكو بيقدروا ينجوا من اللي حصل من الوحش اكس. وكيكو في الوقت ده بتمسك الكاميرا بتاعتها وبتصور الوحش، واللي بنشوف انه بيتحول من اللون الوردي للازرق وقت ما الكائنات الصغيرة نزلت البحر ومسكت فيه. وبعدين بنشوف اهل الجزيرة بيخرجوا وبيتجمعوا وبيلفوا حوالين ليه وكيكو، وفي منهم شايف انهم لازم يموتوا علشان يحموا سر الوحش بتاعهم، لانه ببساطه عندهم حاجه مقدسه جدا. ولوسيا ساعتها بتقول نسيبهم وناخد الكاميرا بس، ومحدش هيصدقهم، بس اغلب الموجودين كانوا عايزين يموتوهم. وبنشوف واحد ماسك السكينه بتاعته وبيعور كيكو في ايدها وهو بيحاول ياخد الكاميرا منها، وليه بعدها بيقدر انه ياخد منه السكينه ويحطها على رقبته ويهدد بموته علشان يحاول يبعد الناس عنه. وفي الوقت ده بيقول لكيكو يلا نهرب، وبالفعل في الوقت ده بيجروا ويهربوا على الغابه والناس بتجري وراهم. وبعدين بنشوف لي تشاو مع كيكو وهيروشي، وتيم بيتكلم معاهم في التايتن اللي هرب منهم، وان السفينه عطلانه وخايفين من كارثه عالميه لا تحصل بسببه علشان هم مش عارفين هو راح فين بالظبط. وهيروشي بيقترح عليهم انه يقدر يغير اعدادات جهاز اسمه سوزوكي علشان يقدر يجذب التايتن اكس ومنه يوديه مكان بعيد عن البشر. وكنتارو ساعتها بيقول له بس الجهاز ده اتدمر على جزيره الجماجم، لكن هيروشي بيقول له انه عنده نسخه اوليه منه في ورشته في اليابان. وتيم اخيرا بيحس ان في امل وبيقول له انه موافق، وكمان نقدر نستدرجه في مكان في المحيط الجنوبي، وبعد كده نفكر هنعمل ايه بالظبط. بس المهم دلوقتي نعرف مكانه ونبعده عن البشر. وبعدين واحد من الطقم بيدخل وبيقول لتيم انهم عايزينك بره، ولما بيروح بيلاقي افراد تابعين لشركه ايبكس بيحطوا اجهزتهم وبيوصلوها بكل حاجه في السفينه. ولما بيسال القائد بتاعهم هو في ايه، بيقول له انهم هيستولوا على القاعده كلها بشكل مؤقت لحد ما نعرف بالظبط مكان تايتن اكس، وده لان اجهزتنا والتكنولوجيا بتاعتنا افضل منكم بكتير. ولما تيم بيعترض على الكلام ده وبيقول انه هيكلم باريس المدير، الشخص اللي من ايبكس بيقول له ابقى سلم لي عليه. وبعدين بنشوف تيم بيتكلم مع باريس مدير مونارك، وتيم بيقول له ازاي تخلي ايبكس يديروا القاعده، وهو بيقول له عشان ما عندناش الرفاهيه اننا نستنى مصيبه تانية تحصل بسبب الوحش اللي خرج بسببنا، ولو الناس عرفت او اللي حصل خرج للسوشيال ميديا هتبقى مصيبه. وتيم بيقول له هو انا امري انتهى، وباريس بيرد عليه ساعتها وبيقول له اننا لسه بنشوف ده، وبيكمل كلامه وبيقول له اعمل كل حاجه ايبكس محتاجاها، وفر لهم كل سبل الراحه واي طلبات نفذها. واخيرا بيقول له عايزك تسلم لي تشاو وكيكو. فتيم بيستغرب وبيقول له ليه كيكو، وباريس بيقول له هي دي الاوامر. وبعدين بنشوف تيم بياخد ليه وكيكو وهيروشي وكنتارو علشان يهربهم بره السفينه علشان يحميهم. وليه وكيكو مش فاهمين هم مين ايبكس دول، وهو بيقول لهم انهم شركه غنيه جدا وعندهم علاقات وتكنولوجيا افضل، وهم السبب اننا عرفنا نرجعكم من الاكسس موندي، واي حاجه فيها تايتنز هم داخلين فيها علشان بيعرفوا يطلعوا منها فلوس، بس هدفهم ايه بالظبط مش عارف. وبعدين بنروح على طوكيو في اليابان، وهيروشي بياخد ليه وكيكو وكنتارو على ورشته علشان يشوفوا الجهاز، وبيقول لهم لما يشتغل نقدر نستدرج الوحش ده بعيد في اي حته علشان مونارك تتعامل معاه. وكيكو بتبقى مذهوله من الجهاز لانه بسيط ومش كبير ولا ضخم زي القديم. وكنتارو ساعتها بيقول لها انه بيه استدعى جودزيلا قبل كده، وكيكو ساعتها بتتفاجئ. وهيروشي بيقول لها ده كان بالصدفه علشان كنت بحاول اكد نظريتك انت وبيل بان في شبكه تحت الارض خاصه بالتايتنز. وبعدين هيروشي بيقول لهم ان هو وكنتارو هيشتغلوا عليه، بس هيحتاج المخطط الكهربي اللي موجود في مكتبه. وليه بيقول له انه هيروح هو وكيكو يجيبوه، مع انه قلقان جدا عشان الوقت مش في صالحهم لان مونارك بتدور عليهم بعد ما هربوا، وكمان في وحش طليق ممكن يعمل قلق في اي لحظه. وبعدين بنرجع تاني للماضي وبنشوف ليه مع كيكو وهم بيجروا من اهل الجزيره، وليه بياخد الكاميرا من كيكو وياخد الفيلم منها وبيرمي الكاميرا على الارض علشان يعني تبقى زي طعم للناس اللي بيجروا وراهم ويحلوا عنهم شويه. وده فعلا بيحصل لما واحد بيلاقي الكاميرا على الارض وبيقول لهم انه لقاها. وليه وكيكو في الوقت ده كانوا مستخبيين ورا الصخر، ولما الناس بتمشي كيكو بتحرك رجليها غصب عنها فبتعمل صوت، بس حظها الحلو ان لوسيا بس هي اللي خدت بالها، وبالرغم انها بتشوفهم لكن في الاخر بتاخد بعضها وبتمشي. وبعد كده بنشوف تيم سايب القاعده بتاعته وقاعد مع ماي في امريكا علشان يتكلم معاها في موضوع ايبكس، لان هو شاكك فيهم بس ما عندوش اي دليل، وعايز ماي ترجع تشتغل معاهم يمكن تعرف بيخططوا على ايه، لانه مش قادر يصدق ان هدفهم الوحيد هو انهم يلاقوا الوحش اكس وبس. وماي اخيرا بتقول له انها موافقه. وبعدين بنشوف كيت بترجع على بيتها وبتدخل تقابل امها اللي بتبقى فرحانه جدا انها شافتها ورجعت كويسه علشان بقالها سنتين مختفيه وما كانتش تعرف عنها حاجه. وساعتها بيتكلموا عن اللي حصل، وكيت بتقول لها انه بالنسبه لها كل حاجه كانت في ايام معدوده وانها حاسه انها ما اختفتش كتير. وبعدين بنشوف ليه مع كيكو في مكتب هيروشي بيدوروا على مخططات الكهرباء اللي محتاجها،
بيها. وساعتها كيكو بتلاحظ صور هيروشي مع ام كيت ومع ام كنتارو، تبقى مش فاهمه اي حاجه، ولما بتسال ليه ازاي هيروشي كان متجوز اتنين بيقول لها ان دي مش قصته ومش دوره انه يحكي حاجه زي كده، وان دي قصه لازم تسمعها منه هو شخصيا. وكيكو بتبقى متضايقه علشان مش عارفه حاجات كتير عن هيروشي ولا عاشت معاه طفولته. وبنرجع تاني في الماضي علشان نشوف ليه بيلاقي بيت مهجور في الغابه وبيدخل يستخبى فيه مع كيكو، وبعد كده بيبتدي يعالج الجرح اللي كان حصل في ايديها لما اتعورت. وساعتها كيكو بتقول له ايه النظرات اللي كانت منك لما كنا في الحفله، وهو ساعتها بيقول لها ان مفيش حاجه، ده يمكن تاثير الشرب وبس، وانا فاهم كويس انك انت وبيل بتحبوا بعض وهو ده الحال. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف ماي بتقابل بريندا وبتتكلم معاها في انها عايزه ترجع الشغل مع ايبكس، وبريندا طبعا بتبقى متفاجئه علشان اكتر من مره كانت عايزاها ترجع للشغل بس هي كانت بترفض. وماي المره دي بتقول لها انها عايزه الفرصه دي وانها اتعلمت من اخطاء الماضي. وبريندا بتقول لها الكود اللي مسحتيه لسه موجود. وساعتها ماي بترد عليها وبتقول لها اكيد لسه معايا نسخه. فبريندا على طول بتوافق انها ترجع للشغل. وبعدين بنشوف هيروشي مع كنتارو وهم بيتقابلوا مع لي وكيكو. وفي الوقت ده كيكو بتتكلم مع هيروشي على انفراد وهم ماشيين، وبتقول له ان لو في حاجه مضايقاه يقدر يحكي معاها في اي حاجه لان هي امه. ولما بيقول لها مفيش حاجه بتقول له انا شفت الصور في مكتبك وعرفت انك متجوز اتنين. وساعتها هو بيبص لها وبيقول لها لا، انا حبيت اتنين ومش متوقع منك انك تفهمي الكلام ده. وفي الوقت ده فعلا هي ما بتعرفش ترد وبتسكت. وبنرجع تاني في الماضي وبنشوف كيكو وهي بتتكلم مع لي وبيدخلوا كده في جدال مع بعض علشان مش عايزها تساعده في الجرح اللي عنده. وبعدين بيزعق معاها وبيقول لها انت السبب علشان انا بلف وراكي في كل حته وكان ممكن نموت بسببك هنا. وهي في الوقت ده بتزعق معاه لحد ما بتعرف ان عندها مشاعر ليه، واخيرا بتحصل علاقه ما بينهم. وبعدين بنشوف ماي وهي شغاله على كمبيوتر ايبكس ومنه بتعرف انهم بيراقبوا مونارك وعندهم ملفات فيها معلومات كتير عنهم وحاجات من جزيره كونج سنه 73 وتفاصيل بمشاهده مسرى في نيويورك سنه 2001. وحتى في الاخر في ذكر قاعده في القطب الجنوبي باسم 32 سنه 2016 ودي اللي فيها غيدورا متجمد لسه. وفي الوقت ده تيم بيبعت لها رساله وبيشوفها لو لقت حاجه، ولما بتعمل بحث باسم راندا بتلاقي ان ايبكس بتراقب المجموعه كلها وهم في اليابان. وكمان بتشوف ان ايبكس بعتوا ناس من عندهم علشان يسرقوا جهاز هيروشي، ولما بتبعت رساله تحذرهم بيبقى خلاص الجهاز اتسرق. وساعتها هيروشي بيبقى مصدوم ومش فاهم السبب. بس بعدها على طول بنشوف في التلفزيون ان في وحش ظهر في البحر وان مونارك بتحذر الناس منه. يعني من الاخر كده ايبكس سرقت الجهاز علشان تخلي الوحش اكس يقرب من الشواطئ وتظهره للميديا وللناس، واللي فعلا بنشوف انهم بقوا خايفين جدا علشان التحذيرات بقت بتجيلهم على الموبايلات وفي التلفزيون وكله حرفيا عايز يروح على بيته. وكيت في الوقت ده بتبقى متأثرة علشان حاسة بالذنب، وده علشان هي السبب في ان الوحش ده موجود لما فتحت البوابة ليه. وطبعا خايفة لا يوم الجي دي يتكرر تاني علشان في اليوم ده هي فقدت ناس تعرفهم واتوبيس المدرسة اللي كانت شغالة فيه وقع من على الكوبري، وعلشان كده هي بص على الكوبري وبتعيط علشان حاسة انه ممكن يحصل كارثة كده تاني زي بالظبط يوم ظهور جودزيلا، بس المرة دي هتبقى هي السبب. وبعدين بنرجع تاني للماضي وبنشوف ان بيل بيلاقي ليه وكيكو بيبقى مبسوط انه لقاهم كويسين، وكيكو بتبقى مش عارفة تتكلم بسبب اللي حصل بينها وبين ليه، وليه طبعا في الوقت ده بيبقى واقف يتفرج وهو مستسلم. وبعدين لما بيسيبوا الجزيرة ويرجعوا بنشوف ليه قاعد لوحده في الشقة وهو متضايق. وفي الوقت ده بيلاقي جواب باسمه، ولما بيفتحه بيلاقي انه من كيكو اللي بتقوله انها حبته بس قلبها مع بيل، وانه لازم ينسى اللي حصل علشان الصداقة اللي ما بينهم تستمر، وانه كده افضل كتير علشان اللي بنوه ما يتهدش. وبتختم كلامها بانه ممكن لو في حياة تانية كانوا ممكن يكونوا مع بعض، بس حاليا هي عارفة انها لازم تكون مع بيل. بعد كده بنشوف هيروشي مع كيكو بيتكلموا، وكيكو بتحاول تهديه علشان متضايق ان الجهاز اتسرق، ولما بتقول له انه اكيد في مونارك هنلاقي حل بتلاقيه بيتضايق وبيتعصب في الكلام اكتر واكتر، وبيقول لها انت زيه بالظبط، اهم حاجه عندك مونارك ومطارده الوحوش. وكيكو بتبقى مش فاهمه ماله ولا ليه بيتكلم كده معاها. وساعتها بيقول لها ان بيل سابه وهو عنده 11 سنه. وساعتها كيكو بتقول له اكيد حاجه حصلت، فهو بيقول لها انا ما شفتوش اصلا من وقت لما مشى. وفي الوقت ده كيكو بتبقى مصدومه وبتقول له بيل عمره ما كان بيسيبك. وساعتها بيقول لها طب قولي لي انت السبب ايه اللي يخلي راجل يسيب طفل عنده 11 سنه وحيد يتربى في بيت تاني من غير سؤال. وكيكو في الوقت ده في حاله صدمه. وبعد كده بنرجع لسنه 1962 السنه اللي بعد ما كيكو اختفت في الاكسس موندي وكانوا مفكرينها ماتت. وبنشوف هيروشي وهو صغير بيروق في الاوضه بتاعته، وبعدين بيل بيدخل عليه وبيتكلموا سوا. وهيروشي لما بيشوف السكينه بتاعت ليه بيقول له انه مفتقده جدا، وبيل بيقول له وهو كمان مفتقدهم كلهم. وبعدين لما هيروشي بيقوم وبيسيب الاوضه بنشوف اللي بيل بيلاحظ الجواب اللي مكتوب ليه وبيفتحه وبيقراه وهو مصدوم. ومن هنا بتكون نهاية الحلقة الثالثة من مسلسل مونارك الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. تصبحوا على خير.